يا مساء الجمال، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حلقة قريبة جدا من قلبي، وهي حلقة عن الدوناتس. عموما شخصيا انا بحبه جدا. وبصوا يا جماعة، طالع تحفة بجد. وبصوا الكمية دي كلها طلعت من بضاية بس، واربع كوبايات دقيق، يعني نص كيلو دقيق بس عملت الكمية دي كلها. تخيلوا نجيب الكمية دي كلها من بره بسعر كام؟ وبرضو هنشوف برضو يعني خطوات سهلة وبسيطة، ومفيش اي حاجة هنجيبها من بره ولا اي حاجه. تعالوا نشوف المقادير والوصفات واحده واحده. ده معايا. حطيت معلقتين كبار سكر، ومعلقه كبيره ونص خميره. وحطيت بقى ايه عليهم ربع كوبايه ميه كده دافيه عشان نختبر الخميره الاول. وبعد كده سبتهم على جنب لغايه ايه لما يتفاعلوا مع بعض. هبتدي اجهز الدقيق. المكونات الجافه، حطيت 4 كوبايات دقيق زي ما انتوا شايفين كده. ذرة الملح اللي احنا بنحطها في كل العجين بتاعنا. ورحت بقى تاني على الخميرة، لقيتها ايه تفاعلت مع بعض. حطيت معلقة خل كده صغيرة، طبعا تدي هشاشة للعجينة اكتر. وبيضاية واحدة يا جماعة، يعني تبقى بيضاية كبيرة. لو البيض صغير يبقى بيضتين. وذرة الفانيليا طبعا عشان البيض وزفرته. هقلبهم كده مع بعض يتجانسوا بس مع بعض. وهبدأ انزل ب كوباية الحليب الدافي، دافي مش ساقع ولا سخن قوي، لا انا عايزاه فتر كده دافي بس. ونزلت بقى بالاربع كوبايات دقيق. زي ما انتوا شايفين كده، هقلبهم بس ايه يختلطوا مع بعض كده بالخميرة والمية اللي احنا حطيناهم. وبعد كده هبدأ احط في الاخر بعد ما اعجنهم شوية، احط ايه معلقتين كبار زبدة طرية كده بدرجة حرارة الغرفة، لازم تكون طرية. بصوا شايفينها هي سايحة في ايدي ازاي. انا طلعتها من الصبح عقبال ما جيت اعجن كانت هديت قوي. هعجنها كويس قوي وهسيبها بقى تخمر شوية. بعد ما تخمر سبتها ساعة كده ولا حاجة. اهي خمرت معايا. هبدأ بقى ايه افرغ الهواء كده منها. ارش بقى حبة دقيق على الرخامة كده. وهبدأ افرد بقى ونقطع الدوناتس. عندك قطعة دوناتس ماشي، مش عندك زي كده لغاية لما اجيب ان شاء الله. هنعمل زي ما هقولكوا كده. انا جبت برطمان ازاز او اي حاجة او غطا كبير، اي حاجة عندك على شكل مدور. وبعد كده هفرغ في النص بغطا ازازة. هيبقى شكل الدوناتس بالظبط. وجيش قالك اتصرف يا جماعة، فانا بصوا يعني هيطلع مفيش فرق خالص لغاية لما نجيب قطعة الدوناتس. وهكذا. بس كده زي ما انتوا شايفين، بصوا قطعت بايه. اهي خرمتها بغطا ازازة اهو. وحطيتها بقى على ايه ورق زبدة عشان لما تيجي تشيليها وتكون خمرت شكلها ما يتغيرش. يا جماعة هننزلها كده بورق الزبدة في الزيت. بعد ما قطعت بقى الكمية دي اللي انا عملتها، بلمها تاني العجينة وبفردها. وبرضو زي ما انا عملت اول مرة. وهكذا اهو. بصوا انا حطيتها تحت ورق الزبدة عشان لما اجي احطها واحمرها في الزيت ما يتغيرش معايا. هبتدي بقى اجهز الشوكولاتة عقبال ما يخمر تاني. جبت شوكولاتة بيضة وشوكولاتة دارك. وهعملهم على حمام مية واسيحهم. هبتدي بقى هنا بقى نحمر الدوناتس. بصوا ينزل بورق الزبدة بس ايه الزيت ما كانش سخن قوي. فاول ما الزيت هيبدأ يعمل يسخن الورقة هتتفك وايه وتشيليها بكل سهولة. بصوا يا جماعة شكله تحفة قوي. وانضف واحلى من بره بكتير. دول الحاجات الصغيرة اللي انا طلعتهم بالغطا الازازة. بصوا حمرتهم برضو وعملتهم برضو زيهم كده وزينتهم. يا رب بقى تكون الحلقة عجبتكم وشايفين الكمية قد ايه من نص كيلو دقيق. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.